فقال لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. أين النص يا شيخ؟ أين النص؟ هنا نريد أن نعرف أين النص. هاي انت على بعد علي الكلام، لا أمركم ولا أنهاكم. انت نعم أنتم أبصر. أنتم أبصر. تفضل سيدنا، يقول لك إلى هنا نعم انتهى الكلام. تفضل سيدنا. طيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. طبعا هذا الكلام هو من كتاب المناقب للخوارزمي، وهو كلام مرسل لا قيمة له. هذا النص كتاب المناقب للخوارزمي، وأنا ما وجدت هذا الكلام في كتاب السلف. أنت خليت السيد عشان كم يطلعوا. شوف أخونا العزيز، هذا أمامك. وذكروا أن جندب بن عبد الله دخل على علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين نافقدناك فلا نفقد فنبايع حسن. قال لا أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. طيب، قال زد، قال فزد فدعا حسن وحسين فقال أوصيكما بتقوى الله وإلى آخره. لحظة سيدنا، سيد أنا أقاطعك. يعني أنت تقول هذا ما موجود في كتاب سليم بن ما قيس؟ وجدت هذا الكلام في كتاب. طبعا أنا أيضا ما وجدته، بس أنا ما أريد. شيخنا أنت الآن فاتح كتاب سليم بن قيس أمامك، خلي أكبرك حتى لو أخذ من وقت السيد. اسمح لي سيد، لأن هاي مدرسة علمية سيدنا. تفضل أخونا، في أي باب من كتاب سليم بن قيس؟ اخوان هذا الكتاب انا اقرا من كتاب مولانا عشان تكون في صوره. انا اقرا من كتاب هذا كتاب الشافعي لاحد الشيعة عندكم، لشيعي ترك المذهب عندكم. اقرا من كتاب له اسمه احمد الكاتب، الذي الكتاب هو يعني الكتاب هو تطور الفكر الشيعي السياسي. الان انتظر تطور الفكر الشيعي السياسي من الشورة الى ولاية الفقيه. اقرا من هذا الكتاب، فهمت علي؟ فهذا الكتاب هو الذي يستشهد بهذه الاقوال. انت قصدك تقرا من هذا الكتاب، نعم. هذا مال احمد الكاتب. شوفه. نعم. ادري شيخنا رحمه الوالديك، انت كانسان وما شاء الله سمتك ولحيتك وكذا، وسمتك سمت المؤمنين، غير انت محقق لما تشوف انه احمد الكاتب هو احمد الكاذب، لو الكاتب غير تتأكد من كتاب سليم بن قيس. فدوى اروح لك، صح ولا انا غلطان؟ بس بعيدا عن سنة وشيعة، انت لما رجل الان خصم لي كتب عني، يعني مثلا في واحد كتب مثلا محمود ابو ريع كتب ضد ابي هريرة، قال البخاري من الانصاف اقول لمحمود ابو ريع انه قال البخاري، اروح لكتاب البخاري حتى ارى ان هذا يكذب على البخاري ام يصدق. هذا من باب ضميري، فضلا عن البحث العلمي. يا شيخنا فدوى اروح لك، هل قرأت كتاب شيخ الان هذا الكتاب انا الذي اعرفه انه عرضه على الحوزه ولم يناقشوه مع احمد الكاتب، ولسنا في صدده. لسنا في صدد هذا الكتاب. اسمع يا شيخ، انا احمد الكاتب هرب مني، واجهته والتسجيل انا نشرته، كنت اتناظر معه على البالتوك وقلت له تعال معي واذا شئت اعرض لك التسجيل ونناقش الكتاب فقرة برجل قال سأخبرك لاحقا، وبعث لي ايميل وقال انا لا استطيع. ما اي حوزه عرض على حوزه، هو قال عرض على حوزه. يا عدم المقاطعه للحجي، انا ناظرت ايضا في البالتوك احمد الكاتب وساعه ونص، وناظره الشيخ احمد سلمان، وتبين ما رايكم نعود للمناظره شيخنا عشان الوقت مضى الوقت. لا يفهم تعود للكتاب، تقرا لي من الكتاب واحد وهو الكلام ما موجود. موجود شيخنا. الان اعطيك الان موجود الكلام. الان انا اتي بكتاب هذا. اسمع، هذا كتاب دقيقه واحد. هذا كتاب سليم موجود. يلا دقيقه انا اخطات بالنقل شيخنا، انا اعترف انك اخطات بالنقل. 18 انا حسبته 19، الان 18. هذا الموجود الكلام في المرتضى، في الشافعي في الامامه للمرتضى، جزء 3 صفحه 295. صفحه 295. حلو. لحظه. نعم. هذا كتاب نعم الشافعي. هذا في المرتضى الشافعي في الامامه. هذا امام الجميع الكتاب. يلا جزء 3 صفحه 295.
على عيوني، هذا الحوار العلمي. انا ليش تفضل. لما رايت سمتك زين ان شاء الله نخرج 295 بفائده شيخ ونفيد الناس ان شاء الله. 295 نعم شيخنا، هذا الكتاب اساسا الجزء الثالث ينتهي ب 277. شلون صارت 295؟ هاي 277، هذا الجزء الثالث هذا امامك. ممكن في طبعات شيخ. زين تحت اي باب؟ هاي مبوب. انا عندي كتاب، مبوب. انا عندي كتاب اليوم عرضته، الشيعة اعترضوا عليه قالوا ليس هذا الكتاب، مع ان الكتاب نفسه يعني. هذا تحت اي باب؟ قل لي وانا اقرا. هاي فارس الثالث. شيخنا انت ابحث عليها على الانترنت عندك وسالوا علي ثم اخرج هذا ثم ابحث عنها. انت تقيد يدي وترميني بالماء وتقول لي اسبح، شلون اسبح غير يا شيخ بارك الله فيك، من احالك فما من احالك فقد انصفك، من احالك فقد انصفك. احالك على غائب فقد اعدمك، لانك الان احلت. لا من احالك فقد انصفك، احلتك على الكتاب، ارجوك احلتك على الكتاب فابحث به. ارجوك، ما موجود هذا الكلام في كتاب الشافعي، ما موجود. موجود المرتضى الشافعي جزء 3 وفي تثبيت، حتى استشهد ايضا في تثبيت دلائل النبوه جزء 1 صفحه 212، يعني كتابين. شيخنا ما اسم الباب في الشافعي؟ لحظه سيدنا، ما اسم الباب؟ كتابين. إن لم تجد إذا لم تجده بالشافعي فقد أثبته في تثبيت دلائل النبوة. حبيبي شيخنا تثبيت دلائل النبوة جزء 1 يا شيخنا. في الهامش مش موجود اسم الكتاب يا شيخ بارك الله فيك في الهامش. غير يسمعني لحظة. أنت من فتحت، أنت كإنسان محقق وفتحت كتاب الشافعي، تحت أي باب فتحت كتاب الشافعي وقرأت لنا؟ شيخي أستاذنا حبيبنا، الآن في الهامش في الكتاب أنا قلت لك موجود هذا الشيء وليس موجود اسم الكتاب. الآن ابحث أنت في جزء 3 صفحة 295 أو في تثبيت دلائل النبوة، تثبيت دلائل النبوة جزء 1 212، جزء 1 212 هذا في الهامش. الآن شيخ هذا الكلام غير موجود، يعني الكلام هذا غير موجود. مجلد واحد هو دلائل النبوة مجلد واحد، شنو الجزء 19؟ طيب ماشي، هو اصلا كاتب الجزء الاول، يعني الان هل هذا الكلام غير صحيح؟ هو مجلد واحد، الله يرحم والديك، شلون في الجزء هو هذا دلائل النبوة. اسمع، هل هذا الكلام غير صحيح؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. دلائل النبوة دلائل هذا الكتاب للقاضي عبد الجبار للمعتزلي، دلائل النبوة، هذا وياه بالشاشة طلعه. مين دخل؟ تثبيت دلائل النبوة المؤلف القاضي عبد الجبار، هو اللي يرد عليه هذا يرد عليه بالشافعي الإمام. هذا دلائل النبوة، هذا كتاب مجلد دلائل النبوة جزء 1 212. الان انا ساخرج لك بنص لحظه 212. لحظه انا حبيتك لين سمت العلماء 200. الله يجزيك الخير، وانا حبيتك، ولكن نريد منكم ان تعطونا فائده في النهايه، نخرج بفائده من هذه المناظره. انا حبيتك بس اذا احب النقل اللي عندك. وانا والله حبيتك لان اشعر انك راح تجيب لنا دليل على الامامه. هذا دلائل النبوه وهذا 212 وين؟ دقيقة شيخ، خذ دقائق. تثبيت دلائل النبوة، هذا الكتاب اسمه؟ لا دلائل وين؟ تثبيت منه؟ منه المؤلف؟ المرتضى اسمه تثبيت دلائل النبوة كتاب؟ نعم، تثبيت دلائل النبوة. تثبيت دلائل النبوة للمرتضى؟ نعم. كم مجلد هذا؟ كم مجلد؟ الذي موجود عندي في الهامش جزء 1 الجزء الأول صفحة 212. ما تعرف كتبكم يا شيخ؟ لا والله ما نعرف تثبيت دلائل النبوة ابحث عنه. ابحث، يمكن هذا في الكتب التي لم تقراها. مجلد 1. اسم المؤلف؟ اسم المؤلف يقول المرتضى. المرتضى ماكو. لا هذا القاضي عبد الجبار.
هو يرد عليه. لا هو يقول المرتضى يرد عليه. للمرتضى يا ابو كريم. خلينا نشوف للمرتضى ابحث عنه. كم مجلد هو؟ يعني مجلد واحد حتى ابحث بالنت. اكتب مجلد واحد جزء واحد 212. يعني انت وجدته مطبوع؟ لان انا ما اعرف هذا الكتاب. ابحث عنه شيخ. ها شلون؟ استاذ في الانصاف بارك الله فيك. في الانصاف من احالك فقد انصف. انا احلتك فلا بد من انت تبحث. انا ما اعرفه يعني ممكن الغلط فيه. ابحث عنه. سمتك سمت العلماء. هذا الكتاب لا انت بعطيه في المسمر. الان اعطينا نرجع للمناظره. ما رايك؟ خلينا نرجع للمناظره. كيفك نرجع بس انا نرجع للمناظره ويا ريت تعطونا دليل. دليل على الامامه. دليل يا ريت. هذا يعلم ان امير المؤمنين ما نص على ابن الحسن. هذا قالوا له ان فقدناك فلا نفقد ان نبايع الحسن، فقال لا امركم ولا انهاكم انتم ابسط. في كتاب دلائل تثبيت دلائل الامامه، دلائل النبوه. لا الامام يابا النبوه، دلائل النبوه مال عبد الجبار. تثبيت دلائل النبوه. تثبيت دلائل النبوه. اسف النبوه هذا مال المرتضى. هذا الكتاب هو مال المرتضى. متاكد انت لمسته بيدك شفته؟ اخبرتك يا شيخ بارك الله فيك. نحن يعني هذا الكتاب هو مصدرنا في الرد عليكم. هو ابصر بكم. انت هو يقول انا ابصر بهم. قلبت الكتاب. انت قلبت الكتاب موجود شفته؟ لم اقلبه. لا قلبت شنو انت؟ شو مقلب؟ هل عندكم؟ ايه؟ طيب شيخنا انا اعطيك مصدر ثاني. شو رايك؟ طيب خلاص يا اخواني هذا خوش. خذ المصدر الثاني. هذا الكتاب لم تجدوه صحيح؟ انظر كتاب عندنا. كتاب لم تجدوه. الكتاب موجود لكن ليس هو من كتب الشريف المرتضى. طيب ماشي. هذا الكتاب للقاضي عبد الجبار المعتزلي وهو من هو يقول يا سيدي شو دخلنا هو يقول كتاب الشريف. احنا شو دخلنا في موجود كتاب اخر لعالم سني معتزل؟ الان هذا سني المعتزلي سني. يا سيد اتركنا الان. هذا مو موضوع الان. هو ماذا قال سيد؟ قال انه فاتح الكتاب وقارئ منه، معناه موجود للمرتضى بهذا الكتاب. انا ما اعرف. انا قلت هكذا. انا هكذا قلت اني فاتح الكتاب وقارئ منه. لا من جبت انت؟ من وين جبت؟ انا الم اقل لك اني استشهد عليكم بكتاب احمد الكاتب. الم اقل ذلك شيخ بارك الله فيك؟ يعني انت ما فاتح الان، ما فاتح كتاب دلائل. لا انا قلت لك استشهد عليك بهذا الكتاب فهو ابصر بكم. هو لا اعلم بكم. انا لست اعلم. الان في نهج السعاده، وايضا ورد هذا في نهج السعاده للشيخ المحمودي جزء 2 صفحه 733. هذا للتاكيد ايضا. تفضل سيدنا.